السلام عليكم. إيه رأيكم بقى شوية القرص الحلوين اللي قدامكم دول 35 قرصة عملتهم بربع كوباية زيت اللي في إيدي دي. هتشوفوا إزاي عملتها وكمان التركاية الجامدة قوي اللي هتخليها أحلى كمان من بتاعة، بلاش نقول المخابز عشان بيزعلوا، من بتاعة بره. طعم وريحة يا جماعة مفيش بعد كده وطراوة كمان، بس أهم حاجة بس تعملوا لايك كتير قوي وتشيروها. يعني أنا محتاجة مليون لايك كده علشان خاطر تنتشر وتكبر وكل يستفيد. أول حاجة وبالضبط كده زي ما هاعمل، هاتوا نُص كوباية من المَيّة الفاترة، عليهم معلقة من الخميرة و4 معالق من السكر. السكر ليه هنا زيادة معلش أنا عارفة إنه غالي، بس علشان يسكّرها كده ويخلّي طعمها حلو. وهاقلّبهم كويس واسيبهم كده على جنب شوية. بعد كده بقى هاجيب كيلو من الدقيق، الدقيق ده لجميع الاستخدامات أو دقيق المخبوزات بيبقى سعره رخيص يا جماعة، يمكن أرخص أنواع الدقيق. واشيل نُص كوباية كده على جنب عشان طبعًا الدقيق المُنقِذ يعني. وبعد كده هاحط معلقة بيكنج باودر صغيرة ونُص معلقة ملح. وفاكرين بقى شوية الشمر واليانسون اللي أنا خدت نصهم وحطيتهم على المنين أو القراقيش اللي عملتهم في الفيديو اللي فات؟ أنا خدت بقى النص التاني وعلى نار هادية برضو لمدة دقيقة حمصتهم، بس أول ما تطلع الريحة هضربهم نص ضربة كده في الكبة وهحطهم بقى هنا على الخليط. مش قادرة أقول لكم منكهات طبيعية تحفة، لازم تجربوها يا جماعة. وبعد كده بقى علشان اخلي اللقمه طريه كده ومغذيه وكمان احلى من بتاعه بره، هجيب كوبايتين زبادي، كوبايتين صغيرين يا جماعه، اللي هي الكوبايه اللي اقل من 200 مللي. خلاص الخميره فارت وبقت زي الفل، تبقى ناجحه، لازم احطها على الخليط واقعد بقى اقلب. وبنفس الكوبايه اللي انا حطيت فيها الخميره هعاير كوبايه ميه فاتره، واحط شويه بشويه على الدقيق لحد ما اشوف هياخد قد ايه. انتوا عارفين طبعا ان الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن ياخد الكوبايه كامله وممكن لا. بس هنا كيلو الدقيق بتاعي أخد كوباية مية فاترة والنص كوباية الأولانية اللي كنا حاطين فيها الخميرة، فيعني أخد من السوائل كوباية ونص وكوبايتين زبادي صغيرين. طب لو مفيش زبادي هنعمل ايه؟ ممكن نحط رايب، ممكن نحط حتة قشطة، ممكن ما نحطش أي حاجة، كله مية ونعجن وزي الفل، أو ممكن حتى نعجن بالحليب، يعني أي حاجة. المهم بقى إن أنا عجنت كويس، هنا لقيتها بتلزق جامد قوي. طبعا كوباية الدقيق اللي أنا شايلاها على جنب المنقذة دي خدت منهم شوية لحد ما بقت العجينة بالمنظر ده. عجنت تقريبًا حوالي 5، 6 دقايق، وبعد كده بقى جِبت ربع كوباية الزيت اللي أنا قُلت لكم عليها في أول الفيديو، حطيتها على العجين وهاقعد أعجن برضه مش أقل من 3، 4 دقايق لحد ما العجينة تشرب الزيت خالص. امشوا بس بالخطوات زي ما أنا ما عملت بالضبط علشان تاخدوا أحسن وأفضل نتيجة. أنا جربت طرق كتير جدًا لحد ما وصلت للطريقة دي. شايفين بقى العجينة بقت طرية أوي، فيها سِنّة تلزيق كده، بس ما بتلزقش في الإيد، بتشبط يعني. بعد كده بقى هاشيلها في البولة واغطيها لمدة نُص ساعة، ساعة إلا ربع. أنا مش عايزاها تخمر أوي يعني مش عايزاها تخمر تخمير كامل عشان هاخمّرها للمرة التانية. خمرت خلاص وفرّغت منها الهوا، هابدأ بقى أقطّعها. تقطّعوها قد إيه؟ القرص اللي أنتم بتجيبوها من برّه حجمها إيه، اعملوا زيّها، عايزين تكبّروا عايزين تصغّروا براحتكم خالص. هاقطّعها بقى، عايزة أقول لكم إن الشمر واليانسون فيها مخلّيها تحفة. وهاخد قطعة كده في إيدي وأشوفها كده إذا كانت كبيرة والّا لأ. أنا حسيت إنها كبيرة، فرُحت مقللة منها شوية علشان تبقى نفس الحجم بتاع برّه. وبعد كده هانعّمها على الرخامة وأجيب بقى صينية ألومنيوم مدهونة بالزيت. وأحلى خبيز يا جماعة في الألومنيوم، بيوزّع الحرارة كده وما بيلسعش المعجنات ولا أي حاجة. ومش هابطّطها دلوقتي خالص، هابطّطها بعد ما ترتاح، بعد ما أخلّص كُلّه. وهاسيب كده مسافة بين الواحدة والتانية عشان لسه هتخمر للمرّة التانية. خلّصتهم كُلّهم، شايفين الأمارات؟ وبططتهم وخليت السمك بتاعهم حوالي نص سنتي. بعد كده بقى هغطيهم واسيبهم بقى يخمروا براحتهم، هياخدوا ساعة، ساعة وربع. وبعد ما يخمروا بالمنظر ده هجيب بقى 3 معالق من الحليب وادهن وشهم. انا لا عايزه قهوه سريعه الذوبان ولا عايزه صفار بيض ولا اي حاجه، الحليب هنا هيقوم بالمهمه وزياده. وبالنسبه للتسويه بقى يا جماعه، شوفوا انتوا درجه حراره الفرن بتاعتكم هتبقى عاليه على كام وحطوا المخبوزات، علشان دي درجه الحراره بتختلف من فرن للتاني. انا عايزه هنا المخبوزات بتاعتي على درجه حراره عاليه. وهاضبط الفرن بتاعي أنا عن نفسي على 250، هتقعد حوالي تلت ساعة، ربع ساعة. لو احمرت من تحت ومن فوق لأ، ممكن تشغلوا الشواية شوية، بس أنا بالنسبة لي احمرت من تحت ومن فوق وبقت قمر. وهغطيها أول ما تخرج من الفرن حوالي 5 دقايق علشان بخار المية اللي فيها يخليها طرية أطول فترة ممكنة. شايفين الكمية دي؟ 35 قرصة بربع كوباية زيت. أنا بس عايزاكم تجربوا، أديني جبت لكم وصفة اقتصادية وعلى قد إيدينا قوي، وأظن القرص دي كل الناس بتحبها، وكمان ريحتها حلوة قوي ونضيفة كده. وريحة الخبيز يا جماعة في البيت حاجة كده روعة. وطالبة منكم طلب صغير بس، يا ريت بقى تشيروها على أكبر نطاق، كل اللي تعجبه القرص يشيرها. وكمان ما تنسوش اللايك، والأهم من كل ده نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، كلنا نفكر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة. وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم، والسلام عليكم.